7 أيام بس على الأمونديال ونمتوا؟ طب أنا هحكي لكم. هوزيه مورينيو راجع ريال مدريد. هي وي جو رسمي. فلورنتينو بيريز طلع بفيديو حملته الانتخابية بيأكد إنه لو كسب يوم 7 يونيو مورينيو هو مدرب الجديد. حرفياً قبل أمونديال ب7 أيام مدريد قالبت الدنيا. وبس استنى الجامد. الجزائر كسبت هولندا 1-0 في روتردام. هدف أنس حج موسى في الدقيقة 86، ولوكا زيدان في الجون رد 6 كرات وأخذ تقييم 9-5. ياه! ومين أول خصم للأرجنتين في أمونديال؟ الجزائر. ميسي لازم يتفرج على أماتش ده تاني. ونيجر مصر. عمر مرموش عقد قرانه وطار على طول معسكر الفراعنة في أمريكا. يعمل الراجل ده مختلف لدرجة إنه ما خدش حتى شهر العسل. صلاح وكل ومرموش لحق. والأهم ديبو مارتينيز هلعب أساسي يوم 16 يونيو في افتتاح الأرجنتين، وهو إيده مكسورة، إصبع البنصر مكسور وهيلعب بجبيرة وشاش. أنا شفت كتير حراس، بس راجل بيدخل ماتش مونديال بإصبع مكسور؟ ده اللي اسمه مجنون. وخليني أوجعك بالرقم. برشلونة ودى المنتخبات في الأمونديال ده لعيبة أكتر من ريال مدريد بفارق واضح. خد عندك يامال، بيدري، كوبارسي، أولمو، رافينيا، فران. دي مدرسة فليك اللي كسب جايزة أفضل مدرب في الليغا للسنة الثانية على التوالي. مدريد عندها مبابي وبتدور على مورينيو. حلو الكلام ده. وفي رأيي الشخصي يوفنتوس دفعت ثمن غبائها. كيليني طلع يعيط على إيميديا. دوسان غالي عليا بس مش هيكمل بالأرقام دي. يا أستاذ، فلاهوفيتش كان بتاعكم من 2022 وانتوا بتلفوا على الكلام. خسرتوه ببلاش. إدارة فاشلة. طب وانتوا؟ 7 أيام بس فضلة وأنا قاعد بجمع لكم اللي بيحصل كل 6 ساعات. إنهي خبر فيهم صدمك أكتر؟ مورينيو ولا الجزائر؟ ولا ديبو بإيده مكسورة؟ سيبها لي تحت، أنا بقرأ.